مسا على الناس الكويسة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح التفاح على البال المرتاح. النهارده فيديو جديد وفيديو حلو جدا جدا. اللهم صل على النبي. شايفين؟ بصوا، هنعمل عادة العيش الشمسي او العيش البلدي او الرغفان. دي طبعا اكتر من طريقة. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. مع قناعات مطير بيتي بنعمل بقى من الإبرة للصاروخ. لايكات بقى وكومنت حلو من عندك عشان نشجع بعض ونشوف الحاجة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. وهنشوف هنعمل ايه بإذن الله. شايفين شكله عامل زي الكيك. وفي نوعين، اولا النوع اللي هو مدور، والتاني اللي هو النوع ابو كعكة ده بقى. ده الاجنبي اللي هنقول عليه ايه، يعني النوع الخواجي ده. تمام اهو. بصوا، طبعا المكونات بتاعة الخبيز بتاعتنا دقيق وخميرة ومية بس وشوية ملح. عجنت معاكم قبل كده في القناة وكان سهل وبسيط. وده بقى ايه اللي مش عايزين نكرر، ادخلي بقى على الفيديوهات ننزلكم الطريقة ايه. طريقة التقطيع اهو. للبنات اللي مش عارفة تقطع ازاي وتعمل ايه. بصوا يا حبايبي اهو، بسم الله. طبعا السمك في الحالتين المدور بيبقى تخين، والتاني اللي انا هعمله ده بجرون مش تخين، بيبقى زي الكيكة كده، زي السفنجة. بصوا اهو. طبعا النهارده انا معاكم عامله 15 رغيف على قد 2، يعني على قدنا احنا الاتنين وكده. الموضوع سهل وبسيط وجميل ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا جميل كده اهو. يلا بقى يا غالي، احلى عيش هتشوفيه معانا. ودي طريقتي في اللهم صل على سيدنا محمد في الخبيز. وكل واحد له طريقه، بس العجين واحد، هو دقيق دقيق وملح وميه والخميره. طبعا الخميره اللهم صل على سيدنا محمد، طريقه عمل خميره العيش ان شاء الله باذن الله انزلكم برضو في فيديو وهقول لكم الطريقه. بس انا هقول لكم الطريقه هتعمل ايه دلوقتي. عقر اقول لكم او بعلوله على حسب كل بلد وليها لغه. هنا لغه اهل جوزي بيقولوا عليها بعلوله، واحنا عندنا اسمها عقر، تختلف. بيرة ميه بس بدون ملح. نسيبها 4 5 ساعات 3 ساعات لحد ما تخمر وتبقى يعني بسم الله ما شاء الله. وايه ونعملها. طبعا ده لسه هيتدب تاني بس لما ايه يدي الوش ينشف. تمام. اخر رغيف اهو. البتاعة تخمر، بعدين تبدأي ايه تحطيها ايه على شوية دقيق لسه يعني يكون خمرت. تجيبي ماجور تحطي فيه دقيق ومية وملح، وتحطي بقى ما تملكيه فوق وتحت تحت وفوق. ايه تجيبي اللهم صل على سيدنا محمد الخميرة تحطيها وتبدأي تملكيه. وبعدين تبدأي ايه تغطيه زي كده وتسيبيه على المجارس يتدب. بعد ما يتدب هيخمر معاكي. عايزة جرون يبدأ تقلبي فيه وتعدلي، لا عايزاه مدور سيبيه على كده. انا عملت معاكم ده وهعمل معاكم ابو جرون ان شاء الله باذن الله اهو. وده العيش بتاعنا مستني بس ينشف ونبدا هنعمل العقر اهو. عشان اول بعلوله لحد المره الجايه باذن الله لازم تفضل معاكي بعليل في التلاجة، بدل ما تقولي يا فلانه او يا فلتكانه اديني الحاجه دي. اهو شويه ميه على العجين القديم وتعملي ايه البعلول اهو. طبعا اللي يقول طب من غير بعلولة، لا العيش هيسكر معاك ويعسلج وممكن ايه يبوظ. طبعا دبناه وده ايه
نبدأ ايه لما يبقى يخمر معاك الخميرة دي تبدأ ايه تجرحيه اهو. طبعا دي النتيجة بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين العلو ده كويس، اهم حاجة تعرفيه خامر من قرونه اهو مفشفش كده. انا على السطح طبعا اهو في الدور الرابع فوق، قلت ايه اروح ارص الحاجة دي بسم الله ما شاء الله وتبقى الحاجة فل الفل يا عسل. يلا ندخل الفرن ونشوف بقى العيش بتاعنا هيتخن يعلى اكتر من كده. وده بقى عيشي الشمس ابو قرون، ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم. وقولوا رايكم في كومنتات ايه رايك في الخبيز بتاعي اهو. اللهم صل على النبي. بصي يلا ندخل الفرن ونرجع تاني. طبعا زي ما انت شايفه معانا اهو بيبقى زي الكيك بالظبط اهو. رايك يا قمر في كومنت، قولي لي بقى ايه رايك في ايه في عيشي والحاجه بتاعتي. ودي النتيجه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اهو. اللهم صل على النبي اهو. بصوا اهو كومنت حلو وكل حلوه من عندك. يا رب يكون عجبك الفيديو. دي النتيجه بتاعتنا وده العيش بتاعنا. اللهم صل على النبي اهو. بصوا عاد نستاهل كومنت حلو وكلمة حلوة بقى. ونرجع بقى نقول الغاز